مشاهدين محبي مؤسسة الذهب للصحافة والإعلام، نلتقي بالفنان الرائع مؤلف مسرحية فندق بايق هو الأخ الكريم ابن الجالية والوجه المحبوب والطيب يحيى المهندس. اسمته قبل قليل فؤاد المهندس وماجد المهندس، فإذا تنسون اسم يحيى المهندس فهو اسم المهندس وهو مهندس المسرحية. لكم طبعا بداية تحياتنا لكم مؤسسة بان الذهب وزوجها رائد الذهب. طبعا انتم فعلا ذهب، على يعني شرفتونا بهذه المناسبة، وحضوركم دائما انتم سباقين في نقل الاحداث وفي نقل الفن عامة لجاليتنا الحبيبة ولكل المشاهدين. يحيى المهندس، فؤاد المهندس، ماجد المهندس، كلهم مهندسين الحمد لله والشكر. فنانين الحمد لله والشكر، يهندسون الحياة بكل روعة. ان شاء الله احنا كل هدفنا يعني نوصل الابتسامة قد ما نقدر لجاليتنا من خليهم يحسون بالغربة، يعني ان شاء الله نرجعوا لاجواء بغداد او غير بغداد، مدن العراقية الحبيبة كلها، وحتى الجالية العربية من نوصلهم، لان اكو شغلات يعني الغربة كل صعبة واحد يعرف، فان شاء الله نحسسهم كل واحد كانه هو ببيتهم وبين عائلته. اعمال كوميديه موجوده الحمد لله والشكر، ومن ضمن هذا العمل هسه اللي من تاليفي اسمه فندق بايق هوا. هذا من اسمه فندق بايق هوا، يعني الشغله بايقه هوا، فيحتوي كل الاطياف وكل الاقليات اللي عايشه بالعراق كانت، وكل المشاكل اللي صارت، فينجمعون وين؟ ينجمعون بامريكا فندق، والاحداث تصير. واول مره راح نطرح يعني مشروع كبير نقول عليه، ندخل به كردي وندخل به مصلاوي وندخل به عربي وندخل به يزيدي، ويعني كل الاطياف اللي عندنا بطريقه كوميديه. ما نقصد يعني احنا اساءه او سخريه من احد، بالعكس، لان احنا كل مجموعتنا خاصه فرقتنا منوعه من هاي الاطياف كلها، وكلنا واحد ان شاء الله ونبقى واحد. فنان يحيى المهندس، بما انك كاتب المسرحيه، كتابة المسرحية ليس بالشيء السهل. تعرف أن المسرحية هي ثورة وهي شرارة لمواضيع مهمة في المجتمع. يعمد مؤلفي المسرحيات على تفجيرها، وهذا خلاصة هذا التفجير هو إيصال رسالة إلى الناس يهدفون من وراءها إصلاح مشكلة معينة، إشكالية معينة، وضع معين. ماذا أردت؟ كيف جاءتك هذه الفكرة؟ وماذا أردت من كتابة هذه المسرحية؟ نعم، حكيش كله صحيح. طبعا هاي المسرحية أقول لك من 3 أشهر أو 4 أشهر أكتب بيها. يعني أنا بالشغل فكرة تجي ببالي موضوع، والموضوع طبعا نص المسرحية حقيقي، والشخوص موجودين حقيقيين يعني على حطتهم، بس بطريقة من ناقلها يعني من تقرينا ومن تابعين المسرحية اكو فعلا اكو ناس صحيح يعني عايشين هسه. واضافه الى الحالات السلبيه الموجوده هنا من جاليتنا ومن يعني احنا المضيفين نقول عليهم الامريكان، كل شيء يعني، خصوصا يعني اللي يستغلون الناس البسطاء، الناس الفقراء، يعني نحكيها بصراحه طق بطق، اخص بها الدكاتره واخص بها المحامين واخص بها المطاعم واخص بها الاسواق العربيه، والكل بيهم الزين وبيهم ما نقول عيب، نقول مو زين، ما عندهم ماكو مو زين، لكن اكو حالات سلبيه، فلنعالج الحالات لنوصلها بطريقه كوميديه، يعني نشخص هاي الحالات اللي تصير. وفعلا يعني قلت لك الشخصيات اكو حقيقيه، يعني ناقلها يعني اصدقاء من عندي اللي نعطي فلان دور احنا، بس ما غير شخصيه، لا بس نوصلها بطريقه كوميديه. قلت لك يعني اصلاح او فد رساله نوصلها، رساله احنا الامانه يعني نوصلها احنا. أخي يحيى، يعني أردت من هذه المسرحية أولا أن تسلط الضوء وتشخص حالات سلبية تريد أن تفهم بها الناس بهذا الوضع. هناك ناس يعني مثل ما قلت ليس هناك سيئين، أنا هم أيضا لا أريد أن أقول هناك ناس غشمة، لكن هناك حالات تمرر على الناس الطيبة، تريد أن توعيها، هذا أولا، وتريد أيضا أن عسى ولعل أن هذه الحالات السلبية من هؤلاء الأشخاص أن يقفوا عند حدهم. نعم، هل أردت ذلك؟ نعم بالضبط، هي الحالة اللي كنت نوصل. احنا كل سنة احنا نسوي مسرحية، يعني نشوف فكرة حدث يصير
بالجاري حتى من ضمن الاحداث هاي طبعا المسرحيه احنا ما نقدر نشوف عنها، لكن من صارت التسفيرات ان انا اللي جماعه موجوده هاي هنا، والصراع الكردي العربي المصلاوي ما اعرف شنو، احنا حقيقه كنا عايشين وكنا معروفه نخشى ونخاف ونستحي نقول على المسرح لا يزعل فلان، لكن طب شو طبيعيه واحنا يعني ما موليها، لكن طريقه كوميديه موجوده يعني ماكو، هو بنفس البيت نفس العائله تصير مشاكل وطلايب شغلات بسيطه، لكن بدنا نوقف على شغلات بسيطه هاي نوصلها للمجتمع بان هي هاي الشغله عوجه وهاي الشغله مو حلوه. وبالاخير طبعا دائما الخير هو الربحان. هو المسرح كما قلت في احد اللقاءات انه صراع بين الخير والشر وبعده اشكال، وطبعا في النهايه كما هي الحياه ان الخير هو الذي ينتصر. المفروض هو اللي ينتصر طبعا، يعني بكل الاحوال ينتصر ان شاء الله. وقلت لك طريقه كوميديه والشغل يعني انا المعلم الجمهور اللي يعرفني الحمد لله والشكر، كل مسرحيه يعني احكي في لغتين ثلاثه. نعم. اي فهذه اهم شيء. هندي والما هندي كلهن تاع دوري ما هندي كل شيء يعني. المهم فهاي المسرحيه ان شاء الله راح اقدم تركي وراح اقدم صيني وفي لغتين ثلاثه بعد يعني فاجأة ها؟ ان شاء الله طريقه كوميديه فشيء جديد غريب يعني. الآن أريد منك أخي يحيى المهندس أن تدعو أعزائي المشاهدين القدوم إلى المسرحية بطريقة كوميدية. اوكي. راح اقول لهم هسه بالهندي شلون يجون. Get the poet Tarakadin has steering guide from Martati for a funded by Hawa is very beautiful. مسرحية فندق بايك هوا مسرحية كوميدية بالإيراني أجر همودان كذا هموداخ فكوشان دارو من عن فندق بايك هوا أجر تقردات مسرحيات كوميديز از فارماندوس. وبالألمانية شلايد شوخشان داين بصندوقتم يختاس توش توخت من der شوخت هيش فندش بايش سوا صوتهم دينت شلاخ شفايدخ. هاي شغلات مختصرة ومضمون بعد عندنا على المسرحية إن شاء الله. يعني منك المصلاوي والكلداني وين هذا؟ بالمصلاوي أقل يمكن بس تعال طمش وطمش المسرحية مليح وراح تخشعون شيء ضحككم. وصحح اللغوي راقد الذهب. هذا الذهب. وبسيمة رابا كنت خيشاق شوفي خاتاتي خنواتي مخداتي بطانياتي تلن زمرياتي ونكاتي بس لا ويخ لا دفرت ولا بوكسات. عزيز ربي يحفظك اخوي الكريم، يعني من الان انا يعني مستمتعه جدا. الحمد لله وشكرا. واحنا كل هدفنا يعني ما عندنا احنا في شيء نبني عماير او راح نحصل في شيء، بس سعاده الجمهور وحلو ما نمشي بالشارع ونمشي نروح لاسواق او مطعم يسمعون علينا الناس مبتسمين يعني كلش حلو. يعني هوايه صادفوني ناس عوائل يعني من الزوج من ظهري يقول لي العفو بالشباب ترى انت مو هندي اضحك يعني الحمد لله شكرا يعني. والاخ يقول كذا الحمد لله شكرا عندنا نوصل ابتسامه وان شاء الله وندعو جمهورنا طبعا وجاليتنا لان هم يعني هم حالنا وما مثل ما يقولون هم هنا منا وبينا هم دعمنا حضور كافي بس مو اكثر. ولا احنا قلت لكم يعني راح نصير تجار راح نبني عماير او لا، وسنه كامله نتعب 3 اشهر 4 اشهر. الحمد لله شكرا مجموعه حلوه ومعنا لاول مره الدكتور ريكاردوس يوسف وعندنا بنات شابات حلوات يعني همنا ثاني مسرح او اول مسرحيه كانوا وياي يعني كان تاليف واخراج قدمناها مهرجان الحب الاول الثاني مهرجان الحب الثاني لكنيسه القلب الاقدس. فالحمد لله والشكر ندعو مرة جاليتنا يعني الحضور لا اكثر ولا اقل ونتمنى لكم كل الموفقيه وان شاء الله اكثر من ساعتين ضحك متواصل واللي ما يضحك نرجع له فلوسه. جارانتي. اوكي شكرا فنان المبدع وكاتب المسرحيه فندق بايك هو الاخ الكريم يحيى المهندس. كان لقاء ممتعا معك اخي الكريم شكرا. طبعا ستوان اشكركم انت والاستاذ رائد انتم حقيقه ذهب ونعيد مرة الله عليكم. شكرا لمؤسسه الذهب تحياتي لكم يحيى المهندس. شكرا لكم اعزائي المشاهدين والى لقاء اخر باذن الله. كانت معكم الاعلاميه بان جورج الذهب من مؤسسه الذهب للصحافه والاعلام.